ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. سبحانك اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن سيدنا وسيد الدنيا جميعا محمدا الذي بعثت رحمة وأرسلت فينا نعمة وادخرت لنا يوم نلقاك شفاعة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه واتبعوا النور الذي أنزل معه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم يوم من أيام الله رب العالمين، هو يوم هذه الأمة، هو يوم عزها ومجدها، هو يوم فخارها وقوتها، هو يوم تجلى الله في عليائه على هذه الأمة ونبيها معها في ساحة عرفات، فتجلى برحمته وأنزل عظيم كرمه ونادى هذه الأمة مخاطبا نبيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي عز أعظم من هذا، أي كمال أكمل من هذا، أي عظمة أبلغ من هذا أن يناديها ربنا بهذه الثلاثية المباركة: الكمال أولا والتمام ثانيا والرضا ثالثا. الكمال لدينها فلا زيادة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، والتمام لنعمة الله عليها فلا نقصان في دين محمد صلى الله عليه وسلم، والرضا عن دينها فلا دين غيره ولا نبي بعده. وصدق ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الموحدون بالله، هيا بنا نسائل تاريخ الدنيا بأسرها، نستصحب التاريخ في هذه الدقائق، نسأله فيجيب ونستخبره فيخبر. أيها التاريخ، هل تذكر هذا اليوم؟ هل تذكر يوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة عرفات؟ هل تذكر هذه اللحظات
ورسوله أعلم وهم يعلمون أنه يوم النحر. فسكت النبي طويلا ثم أجاب: أليس هذا يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم وهم يعلمون أن هذا الشهر هو الشهر الحرام، لكن لماذا يقولون الله ورسوله أعلم في كل سؤال يسأل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا يسكت النبي لحظات حتى يتخيل الصحابة أنهم سيسميه بغير اسمه؟ أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت طويلا ثم قال: أليس هذا هو الشهر الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت طويلا ثم قال: أليس هو البلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. اترك السؤال للحظات وتعال لنا في الساحة اللي واقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، في ساحة عرفات، وتاني يوم في ساحة منى، ونسأل التاريخ والتاريخ يجاوب. أيها التاريخ، هل تذكر هذا اليوم؟ هل تذكر اللحظات التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ نعم. هل تذكر هذه الساحة؟ نعم. إنها ساحة عرفات. إن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك من المدينة في ليال بقين من ذي القعدة، أعلن أنه حاج هذا العام. السنة دي سنة كام في الهجرة؟ سنة 10 هجرية. خلي بالك من التواريخ، أنا عاوزك تعيش معايا اللحظات دي. دروس لا يمكن أن نتركها ولا أن نغفل عنها، لأننا أمة في حاجة الآن أن نبرئ ديننا، أن نرفع الإسلام قدام الدنيا كلها، أن نقول للعالم كله: هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قلت لك قبل أن لا تعنيني الأسماء ولا يعنيني الأشخاص ولا تعنيني الشهات ولا تعنيني الرايات ولا تشغلني الأحزاب ولا ألتفت إلى الجماعات. أنا الذي يعنيني هو هذا الإسلام العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أسأنا إليه أمام العالم بأسره. ونحن في حاجة إلى أن نزيل التراب عنه ونجعله أمام الدنيا كلها كاللؤلؤ في أصطافها، أو كالذهب الإبريز الخالص الذي لم تمسسه يد بشر ولم تغيره يد إنسان. نعم، النبي أعلن الحج سنة 10 هجرية. الله. أبو سنة 9 قال لك حج أبو بكر الصديق نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب سنة 8 النبي فتح مكة، وكانت السيادة في الجزيرة العربية كلها لمحمد صلى الله عليه وسلم ولدين محمد. طب سنة 7 كانت السيادة للمشركين، ما كانتش السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي اتأخر 2 والسيادة له والكلمة في الجزيرة العربية له والأمر في الدنيا له والكلمة في العالم له ولدينه، فلماذا يتأخر عامان عن الحج؟ لماذا؟ تعال نشوف. النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك، يعلن الحركة في الجزيرة العربية أنه حاج هذا العام، فإذا بجموع العرب تأتي من مشارق الجزيرة وغربها وشمالها وجنوبها. النبي يتحرك مع أصحابه من أهل المدينة ويستوي على ناقته ويقف في الطريق قبل ما يتحرك لمكة المكرمة وينظر للوفود والجموع. بص معايا كده، ايه الجموع دي كلها؟
النبي ينظر عن يمينه فيرى جموعا لا يحصيها النظر ولا يحيط بها البصر. من كل هؤلاء إنهم مؤمنون موحدون، كلهم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلتفت النبي عن يساره فيرى جموعا لا يحصيها البصر وأعدادا لا يحيط بها النظر. من كل هؤلاء إنهم مؤمنون، إنهم موحدون، إنهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ينظر عن أمامه فيرى أعدادا كذلك لا يحصيها البصر لا يحيط بها النظر. ينظر عن خلفه فيرى أمواجا من البشر ومحيطا هادرا من الخلق، كلهم يلبي لبيك اللهم لبيك، كلهم يسمع الدنيا صوتا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلى أين يتحركون؟ إنهم يتحركون حيث يتحرك نبيهم، ويقفون حيث يقف، ويقعدون حيث يقعد، يعتبرون بأمره، ينتهون عن نهيه. لسان حالهم يقول أتيناكم نخب السير خبا ونملأ في حشايا القلب حبا، نهيب بحبكم شوقا ونسقي بدمع العين في العرصات صبا، نهيب بحبكم شوقا ونسقي بدمع العين في العرصات صبا. فهيا سامحونا قد أسأنا، وهيا فاغفروا يا رب ذنبا، تقرب غيرنا لسواك أهلا ونحن بحبكم نزداد قربا. هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم أتباعه، هم الجيل الذين رباهم النبي على مدار 23 عاما. ويدخل النبي مكة وفي يوم التاسع يقف بعرفات من طلوع الشمس إلى بعد غروب الشمس، ويقف على ناقته القصواء ويخطب: أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. يا خدت بالك من الكلمات؟ لا يسمعوا مرتين. أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ممكن تكون آخر مرة أشوفكم فيها. خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد هذه الحجة مرة ثانية. إنها إذا الحجة الوداع، إنها إذا الحجة البلاغ، إنها إذا الحجة الإسلام. النبي يقول له لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. استنى هنا أيها التاريخ، قف لا تتحرك. هنا ساحة عرفات. هل تذكر يوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم، يوم كان في غار حراء منذ 23 عاما على بعد قليل من ساحة عرفات؟ كان النبي في غار حراء، نزلت عليه أولى كلمات السماء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يوم نزلت الآية دي كان مين مع النبي في غار حراء؟ لا أحد، لا زوج، لا ولد، لا بنت، لا صديق، لا قريب، لا أنيس، لا وليس. نودي في غار حراء: اقرأ. ونودي اقرأ. تعالى الله قائله: لم تتصل من قبل من قيلت له بفم. الله علمه
وحيا بلا قلم. سبحان من علم الإنسان بالقلم. كمثل موسى رعى في قومه غنما، وبعد قليل صار راعي الأمم. اقرأ لعمرك في القرآن ناطقة، فصورة النجم لا تخفى على الفهم. في خلقه بشر، في خلقه بشر، في طهره ملك، في نوره قمر يسعى على قدمي. إذا أردتم سلام الأرض فاتبعوا محمدا وأريحوا هيئة الأمم. اتبعوا محمدا وأريحوا هيئة الأمم. كم سنة بين اقرأ وبين اليوم أكملت لكم دينكم. أنا عاوزك تقف معايا هنا وتشوف الخط البياني للإسلام، تعرف امتى الإسلام يكسب وامتى الإسلام يخسر، ازاي نخدم الإسلام وازاي نخسر الإسلام، امتى نكسب الإسلام وامتى نخسر الإسلام، امتى نكون مكسب للإسلام وامتى نبقى عبء وحمل على الإسلام. شوف الخط البياني معايا للإسلام وحركة الإسلام. 23 سنة بين اقرأ وبين اليوم أكملت لكم دينكم. يوم نزلت اقرأ كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده في غار حراء، لا يعرف من القرآن ولا الإسلام. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النبي قعد في مكة 13 سنة يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، يأتيهم في بيوتهم، في رواحلهم، في أنديتهم، في كل مكان. وضعوا أصابعهم في آذانهم، استغشوا ثيابهم، أصروا واستكبروا استكبارا. نتيجة الإسلام في مكة خلال 13 سنة جديدة. أنا هقول لك رقم وأنت قيس عليه. سنة 6 من البعثة، بعد 6 سنوات من البعثة، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه دخل الإسلام بعد 6 سنوات من الإقراء. كان رقم عمر رضوان الله عليه في تعداد المسلمين رقم 40. تخيل بقى 40 في 6 سنوات، 40 في 6 سنوات، 40 على 6 فهل كام؟ ده 7 تقريبا. تخيل انت اضرب 7 في 13، ده لو اضرب لك متوسط عالي 70 3 في سنة 21 91. خليهم ايه؟ خليهم ايه؟ خليهم 300. حصلت كام؟ 13 سنة. هتقول لي هو الشيخ بيعد؟ لا، انا عشان هنحتاج العدد ده دلوقتي. هتشوف احنا بنخسر الاسلام كل يوم قد ايه. خليهم 300 في 13 سنة. تعرف يا عدد المسلمين من ايه؟ من عدد الجيوش المسلمين على مدار الحروب. الجيش بيزيد ويقل حسب عدد الأمة كلها. الأمة اللي عددها مليون جيش هتلاقيه 10,000. لو 20 مليون هتلاقي 100,000. لو 80 مليون هتلاقي أكثر. الأمة بيزيد عدد جيشها حسب قوة ومشاكل أعدائها. طب المسلمين أعدائهم الدنيا كلها. يعني النبي لو طال جيش كل المسلمين رجال ونساء وأطفال لفعل، لكن النبي لا يدخل طفلا في جيشه، ولا يحارب بامرأة في جيش، ولا يسمح بقتل طفل ولا قتل امرأة حتى ولو كان كافرا مشركا. لا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة. أوامر. في غزوة بدر كان عدد جيش المسلمين 313. بعدها بسنة غزوة أحد كان جيش المسلمين 700. جاءت غزوة الخندق
ما عرفناش بالتحديد عدد الجيش كام، لان المسلمين كانوا محاصرين والنبي جيش المسلمين كلهم عشان يدافعوا عن المدينه. طب تعالى بعد كده سنه 6 من الهجره، 6 هجريه و13 في مكه، 19 سنه. خلي بالك من الرقم ده مهم جدا. 19 سنه النهارده عمر الاسلام. طب احنا في ايه؟ في رمضان سنه 6 من الهجره، يعني في رمضان بعد 19 سنه بنقرا باسم ربك الذي خلق. النبي صلى الله عليه وسلم اعلن للمسلمين انه يريد العمره والذهاب الى مكه معتمرا. اعلان العمره بيحميها فيها مين؟ الراجل والست والطفل والشيخ الكبير والشاب. النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند شجره الرضوان، فاضل على مكه كيلو مترات، بيطلب الاذن بالدخول في مكه، مش بيطلب الاذن. اهل مكه ارسلوا رساله النبي يقول له ما انتش داخل، ما انتش داخل مكه علينا ليه؟ قال لهم انا عاوز ادخل عمره. يطوف بالبيت كل مشرك وملحد وعابد وثن وصنم، ويمنع من الطواف بالبيت سيد الاولين والاخرين محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لن تدخل مكه. النبي معاه كم واحد؟ النبي عدى معاه الرجال، النساء، الاطفال، الشباب. كم واحد؟ 1400 صحابي، ما بين شيخ كبير وشاب وامرأة وطفل، كلهم يسألوا عن النبي السلام عايزين يخشوا عمره. 1400 حصيلة كم سنة؟ حصيلة كم سنة دعوة؟ لسه جايين اهو 19 سنة دعوة. عمر الرسالة كلها كم سنة؟ 23 سنة. فاضل على رحيل النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 4 سنوات وتنتهي الرسالة وتختم النبوة. 19 سنة عمر الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف، يقدر يخش مكة بالعافية؟ يقدر. أصحابه بايعوه على الدخول. نعم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. لكن النبي وقف، قال لا مش داخلها بالجوع ومش هاخد حد بالجوع. لا، امال هتعمل ايه؟ قال لا تدعوني قريش اليوم الى خطة تعصب فيها الكعبة وتحقن فيها الدماء وتحفظ فيها الارواح وتعظم فيها الحرمات الا اجبتهم اليه. لكن الخطة دي تخسرنا كتير. الخطة دي سلام ولا استسلام؟ الخطة دي صلح ولا استمتاع صلح؟ الخطة دي طلب حق او تنازل عن حق؟ النبي ما يعنيهوش الكلمات اللي احنا قاعدين نقولها، اللي شاغلين نفسنا بيها، اللي قتلنا شبابنا بسببها، اللي ضيعنا حقوق الامة بسببها، اللي تخلف المسلمون بسببها. النبي الذي يعنيه فقط ان يحفظ الدماء، ان تعظم الكعبة، ان تحفظ الحرمات، ان يفتح الطريق للاسلام. قريش بدأت تبعث الناس تقول له انت اشتاك. طب نقعد تبعث واحد شاف النبي عليه السلام سايق الحج قدامه، المسلمين لابسين الاحرام معهمش سلاح غير السيوف في داخل الكرب، يعني في داخل اكمدتها. الله يرجع على طول ما يكملش الحرب. محمد رجل الدين، محمد طالب الاخره، محمد يريد ربه، محمد يريد الحرمات، محمد يريد الطواف للكعبه. الان ليس وقت صد عن سبيل الله، ستذكروا في التاريخ انكم صددتم عن سبيل الله ومنعتم الحج. يبعثوا واحد ثالث لحد ما يجي الاتفاق. تعال شوف الاتفاق وقول لي مين فيكم يرضى به لو يتعرض عليه النهارده؟ اسمعوا الاتفاق، بس في نفس التوقيت اسمع النتائج.
انا بقول لك ده عشان تشوف النتائج، شوف الاسلام بينتصر ازاي، الاسلام بيعلو ازاي، الاسلام بيظهر ازاي. ياتي مفاوض سهيل بن عمرو كبير مفاوضي مكه، النبي صاده وهو قصاد النبي، يقول له يا محمد اول شرط عندنا ايه هو؟ ما تخشش مكه السلام. 1400 صحابي طالعين من مكه المدينه يشتاقوا للبلد الحرام، يريدون العباده، يريدون حقا حرموا منه سنين طويله، كيف ان يمنعوا من الطواف بالبيت الحرام؟ يقولوا اول شرط عندنا، وبعد كده ناقش بقيه الشروط ايه هو؟ قال له لا تدخلوا مكه هذا العام. النبي يقول له موافق. الصحابه يبكوا، الصحابه يبكوا، يقول له يا رسول الله كيف نعود؟ كيف نرد؟ كيف نرجع؟ دون ان يحرم. يقول لهم موافق. الشرط الثاني يا محمد، لو جالك حد مننا من عندنا من غير اذن والده، من غير اذن كبيره، من غير اذن وليه المسؤول عنه، لازم ترجعهن وانت اللي تجيبهن ثالث نفسك او اصحابك بعدهم. يقول لهم موافق. يقول له بس لو حد جانا من عندك من غير اذن الولي، من غير اذن الكبير، من غير اذن المسؤول عنه، يريد الكفر والرجوع عن الاسلام، لا نرده اليك. يقول لهم موافق. الحرب تقف 10 سنين، موافق. تفتح الحركه للدعاء والمبشرين من عندنا ومن عندك، اللي عاوز يدعو للاصنام يمشي، واللي عاوز يدعو للتوحيد يمشي. يقول لهم موافق. الله، هنا الشروط المشرفه دي كل الصحابه رفضوها ما عدا ابو بكر الصديق. عمر سماها دنيه، يعني قبول بالذل، قبول بالدون. قال له يا رسول الله أنرضى الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليسوا على الباطل؟ قال بلى. قال فلم نرضى الدنية في ديننا؟ قال له يا عمر إني رسول الله ولم يدني عليك. فرج فرج. النبي واقف على الصلاة ويجي وقت الكتابة، كتابة الشروط، علي بن ابي طالب يكتب، النبي يملي، سهيل بن عمرو لاعب براقي يقول له اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. يجي جاي واقف سهيل بن عمرو على رجليه، يقول استنى يا محمد، احنا ما نعرفوش الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. يقول له اكتب يا علي باسمك اللهم. يقول له يا رسول الله كده ما مسحاش. يقول له امحوها يا علي، امحوها يا علي. يقول له ما اقدرش يا رسول الله ويبكي. امحي بسم الله الرحمن الرحيم ازاي؟ ما خرجنا من مكة الا من اجلها، ما حرقنا الوالد والولد الا بسببها، ما تركنا الاموال الا بسببها، ما هدرنا الدنيا كلها الا من اجل الرحمن الرحيم. يقول له امحوها يا علي. يقول له ما اقدرش. يقول له وريها لي، ما بيكتبش. يقول له وريني الرحمن الرحيم. مسحها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. خلي بالك الصحابه قاعدين بيشاهدوا الموقف، اللي بيبكي واللي بيصرخ كذا وكذا. يقول له اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. الجواب سهيل بن عمرو يقول استنى، انا ما اعرفش رسول الله، لو كنت اعرف انك رسول الله ما كنتش عرفتك، ما كنتش قعدت معاك دلوقتي. اشتم رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. يقول له امحوها يا علي. مستحيل، لا استطيع ان امحو رسول الله. يقول له وريها لي يا علي، فيريها له فيمسحها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقول له يا علي اني رسول الله شاء ام ابوا، يا علي اني رسول الله رغبان في الجميع. فيمحوها النبي ويتكتب العدل ويتنفذ العدل. الله، ده فيه موقف عجيب عاوز يفسد العدل.
موقف ساقه الله قدر عشان يلتحم المسلمين في وفائهم بالعقود حتى مع المشركين. دايما يقول الإسلام دين قيم، دين موازين، دين أخلاق حتى مع الكفرة. يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل الجنة مع الأبرار. يجي ابن سهيل بن عمرو اللي بيوقع الاتفاق مع النبي، ابنه أحد المسلمين الذين أسلموا سرا وعرف المسلمين يعني فرصة يلحق، جاي بيرسق القيود مربوط في قيوده وأغلاله. تخيل الصحابة شايفين أبوهم بيرسق القيود بيجر الأغلال جر، يقول لهم الحقوني انقذوني من الكفر، يريدون أن يقتلوني ويريدون كذا وكذا. ويجي والد سهيل بن عمرو يقول له يا محمد ده أول امتحان، ده طلع من داره من غير إذني وأنا وليه، سلمهولي. الصحابة يقول لن نسلمه، النبي يقول بل سلموه له وسيجعل الله له فرجا ومخرجا. هو ده الإسلام، هي دي الموازين، هي دي العهود، هي دي أخلاق الإسلام. استنى بقى بسرعة، قلنا النهاردة كام؟ احنا في رمضان بعد 19 سنة بنقرأ اسم ربك الذي خلق. حصيلة المسلمين مع النبي في الحديبية كام؟ 1400. النبي رجع ينفذ بنود الاتفاق وهو لسه في الطريق، تنزل عليه سورة الفتح تطمن الصحابة، تقول له يا محمد خلي بالك الاتفاق اللي انت عملته ده فتح، أعظم فتح في تاريخ الإسلام. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ازاي فتح واحنا رجعنا وما تفواش بالبيت الحرام؟ يقول للمسلمين طمنوا حطوفوا بالبيت الحرام، رؤيا النبي حق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. تعال في دقيقة واحدة كده شوف الخط البياني في ال4 سنوات اللي فضلت في عمر الإسلام، ال4 سنوات اللي فضلت في عمر الإسلام، 19 سنة اللي فضلت في عمر الرسالة، مش في عمر الإسلام، يعني في عمر النبي على الأرض، عمر الإسلام لقيام الساعة، عمر الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 19 سنة، الحصيلة كام؟ 1400. إحنا سنة 6 في رمضان سنة 7 النبي أدى عمرة القضاء، العمرة اللي متفقين عليها في العقد على الاتفاق إنه هيرجع السنة دي ويجي السنة الجاية، هيفضوا له مكة 3 أيام، هيطوف بالبيت الحرام. النبي دخل مكة يطوف بالبيت الحرام، النبي يطوف بالكعبة. إيه ده؟ إيه الكعبة؟ دي أصنام 360 صنم واقف في الكعبة، والنبي يطوف بالبيت الحرام. بالله عليك لو أنت ولا أنا ولا إحنا اللي تسوح لنا بالاتفاق ده ودخلنا الكعبة وفات 360 صنم ومسموح لنا 3 أيام، هنعملوا إيه؟ الحق كسر الأصنام، الحق نقص الأصنام، الحق أسد شئل الأصنام. هذه فرصة، نحن دعاة حق، نحن دعاة جهاد، اكسر طبه خبر موت. كسرت 360 صنم حجر، ايه اللي هيحصل؟ ايه المردود؟ الدعاية في الجزيرة العربية في العالم كله محمد ناقض العهد، محمد نقض العهود، محمد خان العهود، محمد والآن الإعلامية بتشتغل. انتوا شفتوا صنمين في كوزة في أفغانستان عملوا ايه في الدنيا كلها؟ قوموا العالم كله، قوم الأمم المتحدة كلها على صنمين من حجارة لا يساوي شيء، ما بالك لما النبي كسر 360 صنم والفرصة قدامه؟ لا، ما يكسرش. طب الصحابة يحطوا علامة تسيء الأصنام؟ أبدا. طب الصحابة يكتبوا كلمة على صنم تسيء لصنم؟ أبدا. بل يدخل النبي الكعبة كما وجدها ويخرج بعد 3 أيام كما دخلها، ما أساء إلى صنم ولا نكس صنم ولا كسر صنم ولا كتب كلمة ولا فعل
ده سنة 7 أدى العمرة سنة 8 يعني بعد سنتين من الاتفاق ايه؟ من اتفاق الحديبية. قريش نقضت العهد وخلفت الوعد وقتلت المسلمين في الكعبة. النبي يرد ولا يسكت؟ يرد. طب يرد بكام؟ ده من سنتين كان معها 1400 من الشيخ وطفل ورجل وطفل. تعال تخيل كده النبي يتحرك في رمضان في نفس توقيت الايه؟ الاتفاقية. سنتين بالتمام والكمال. الله ده النبي طالع معاه جيش. الجيش ده الرجال الشباب القوة الطالبة في الأمة. امال يبقى اللي وراهم قد ايه؟ مش اقل من 5 اضعاف او 10 اضعاف من المسلمين مما لم يخرجوا. تعرف جيش النبي فتح مكة بعد سنتين كم واحد؟ 10,000 مقاتل. امال الاعداد اللي وراه قد ايه؟ لسه ما تعرفهاش، لا يحصيها العدد. 10,000 مقاتل غير من وراءهم من الاسر النساء والاطفال والشيوخ. حصيل الدعوه سنتين في وقت السلم، في وقت الهدوء، في وقت الطمأنينة، في وقت الامن. شفت الاسلام يكسب امتى؟ عرفت الاسلام يكسب امتى؟ الاسلام يكسب في الامن، الاسلام يكسب في الطمأنينة، الاسلام يكسب في السلم. اللي عاوز يخدم الاسلام يقول انا الاسلام او انا مسلم او انا بعمل للاسلام. يحقق هذه المعادله. حريه تساوي اسلام، امن يساوي اسلام، طمأنينه يساوي اسلام. لكن خوف ورعب وارهاب متفجرات دماء تساوي بعد الناس عن الاسلام ونفور الناس الى الاسلام وحرق الناس للاسلام. ده بعد سنتين 12,000 مقاتل. طب استنى لسه ما تستعجلش. سنة 9 يحج أبو بكر الصديق نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يحجش ليه؟ لأن لسه فيه مظاهر موجودة تحتاج إيه؟ تحتاج هذه المظاهر أن تلغى. أبو بكر الصديق يعلن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. سنة 10 النبي بيحج وقائد الحج معاه من واحد. مين اللي معاه في ساحة عرفات؟ تخيل كده، تخيل كام؟ من 4 سنين كانوا 1400، بعد سنتين بقوا 10,000، بعد سنتين بقوا كام؟ تخيل. كتب السير يقول كان حول النبي في ساحة عرفات، قلت من شوية ينظر عن أمامه فيرى أحداثا لا حصر لها، عن شماله يرى أحداثا لا حصر لها، من أمامه محيط من الموحدين. سنة 10 كان مع النبي 100,000 حاج. بعض كتب التفسير والتاريخ تقول 140,000، بعضهم يقول 144,000 حاج. 144,000. ثمرة في ايه؟ ثمرة الحرية. ثمرة في ايه؟ ثمرة الامن. ثمرة في ايه؟ ثمرة السلم، ثمرة الطمأنينة، ثمرة الامان. عرفتم متى يكسب الاسلام؟ انا لا اخاف على الاسلام الا، قلتها مرارا، لا اخاف على الاسلام من اعداء الاسلام، لكني أخاف على الإسلام من أدعياء الإسلام، من عدو ماكر وصديق جاهل يريد أن يحكم على الإسلام بتصرفات المسلمين. النبي واقف في ساحة عرفات بينادي يا أيها الناس، أيها الناس خذوا عني مناسككم. اسمعوا قولي. النبي واقف على مناقة القصوى. أنا عاوزك مش هكمل، مش هواصل معاك غير دقيقتين بس. أنا عاوزك تسمع بس الكلمتين دول، اسمعهم كده. شوف الناس بيقول للمسلمين إيه؟ واحكم على نفسك وعلى نفسي وعلى اللي بنشوفهم تسمعهم، هل إحنا فعلا مسلمين ولا لا؟ النبي نادي على الناس بيقول لهم أيها الناس، أي بلد هذا؟ ساكتين. الله ورسوله أهله. الله ده أنت رجعت لها ما سبتهاش. لا
أي يوم هذا؟ الله ورسوله أعلم. أي شهر هذا؟ الله ورسوله أعلم. بل هم أليس اليوم هو يوم الحرام، والشهر هو الشهر الحرام، والبلد هو البلد الحرام؟ قالوا نعم. قال أيها الناس إن دماءكم، سجل، اسمع، احفظ، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم، الدم، المال، العرض، البشرة يعني الوجه، من حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ويشاور بالصبع للسماء، سمعتم؟ يقول نعم يا رسول الله. يقول اللهم فاشهد. الدم، حرمة الدم المسلم لا يجيزها شيء، قلتها وأقولها مرارا وتكرارا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، السيب الزاني، التارك لدينه، المفارق للجماعة. ومين ينفذ القصاص بالثلاثة؟ أنا وأنت لا، ولي الأمر الحاكم المسلم، وإلا تتحول البلاد لفوضى ويتحول العالم لغابة اللي يقدر على حاجة منها. حرمة الدم، دم المسلم. تعرف الضوء المسلم ربنا هيسألك عنه. ضوء، تعرف نقطة الدم الواحدة اللي تسيل على الأرض ربنا هيسأل عنها. لزوال الدنيا أهون على الله. مين اللي بيتكلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ بغير حق. بس أنا عاوز أقتل فلان، فبحط متفجرات عشان تصيب فلان. طب فلان ما انصابش، واللي راح الطفل اللي طالع مع أمه وماشي معاها رايح المدرسة، اللي انصاب البواب الغلبان اللي قاعد يطلب رزقه، اللي انصاب الراجل اللي ماشي في الشارع يبحث عن عمل. هو ده اللي أصيب. إحصائيات الأمم المتحدة تقول إن 80% من مصاب المتفجرات في العالم من الأبرياء. 80% من مصاب المتفجرات في العالم شرقه وغربه. مش احنا اللي عاملين إحصائيات دي، العالم الأول اللي عاملها. 80% منهم أبرياء. أنا بسأل، لو جاء الطفل الصغير ده يوم القيامة ووقف ومسك واضع المتفجرات من خلاله وصانع المتفجرات من خلاله ومروجها من خلاقه وساقه لرب العزة وأوقفه بين يديه: ربي سل هذا فيما قتلني. بتمنع عشان خاطر مين؟ بسبب مين؟ من أجل مين؟ سل هذا فيما قتلني. هيرد يقول له ايه لما ربنا يسأله: وإذا الموءودة سئلت، الطفل الصغير، بأي ذنب قتلت؟ لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ بغير حق. اسمع للحبيب صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل امرئ بغير حق لأكبهم الله جميعا في النار. يبقى لما النبي يقول دماءكم، خلي بالك منها. أموالكم، أنت تحافظ على الدماء بس مش تحافظ على الأموال. بتنهب المال العام، تسرق المال العام، تغش المسلمين، تظلم المسلمين، تستحل أموال المسلمين. أنت بتكش بس بتسيء لأموال الأمة، بتأخذها بغير حق. يبقى دخلت مع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم. طب بتحافظ على الدم والمال بس يدخلك في العرض، شغال في أعراض الأمة. فلان ده صفته
فلان ده يعني، وانت عارف انك كذاب، وانت عارف انك مروج اشاعه، وانت عارف انك بغير وجه حق، يبقى دخلت معاهم في نفس الزمره. دماءكم واموالكم واعراضكم وانصاركم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. احباب محمد صلى الله عليه وسلم، مع خطبه الوداع دروس لا تنتهي، وحجه البلاغ دروس لا تنتهي، نكتفي منها بذلك. نسال الله في هذه الساعه علها ان تكون ساعه اجابه. الحمد لله أمرنا أن نكبره في هذا اليوم، فالله أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحوج الأمة أن تفقه تاريخها، ما أحوج الأمة أن تعرف متى تتقدم ومتى تتوقف ومتى تنسحب، ما أحوج مبدع الإسلام وطالب الإسلام ورافع رايته أن يعرفوا متى يتقدموا ومتى يتوقفوا ومتى ينسحب ومتى يتكلموا ومتى يصمتوا. لكن للأسف الشديد نحن ابتلينا في أزماننا المتأخرة بأقوام يتكلمون حيث يكون السكوت فريضة، ويصمتون حينما يكون الكلام فريضة، ويتحدثون ويقومون ويقعدون ويتقدمون في غير أوقاتهم وأزمانهم. أنا سأذكر لك مثلا واحدا سأختم به. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خالد بن الوليد في أول معركة له في تاريخ الإسلام نشانا ووساما ونجمة أعلى من كل نجمات الدنيا. احنا عندنا نجمة سينا بياخدها القادة، أعلى قادة في التاريخ أو أعلى قادة ميدانيين عندنا في المعركة. كل دولة من العالم عندها أعلى نجمة. النبي أعطى خالد بن الوليد أعلى وسام وأعلى نجمة في التاريخ ما حصل عليها قائد ميداني ولا قائد عسكري ولا فاتح في تاريخ الإنسانية كله من يوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اداله وسام خالد سيف الله المسلول. الوسام ده اللي خده سيدنا خالد رضوان الله عليه، تعرف خده ليه؟ عشان انتصر في المعركة؟ لا، اتقتل قدامه 3 من قواد العصابة في معركة مؤتة، القادة اللي النبي عجبها. كان بإمكان سيدنا خالد اللي يعمل زي ما بنقول النهارده، هنقاتل لحد آخر لحظة، هنبقى لحد آخر جند، هنستمر لحد آخر شاب عندنا. لا، النبي خالد ما عملش كده. خالد عمل حاجة أعجب حاجة في التاريخ. خالد أحسن واستطاع وأحسن كيف ينسحب. إزاي ينسحب بالجيش؟ عمل خطة حربية انسحب فيها بالجيش من غير أن يخسر جندي واحد. شفت النبي ساعتها قال إيه؟ سيف ثم تسلم الراية سيف سله الله على المشركين. الرجل الذي يعرف كيف يحافظ على رجاله، القائد اللي يعرف كيف يحافظ على شبابه، القائد الذي يحسن كيف يحافظ على أمته ويحفظ دماءها ويدخرها لوقت مع أعدائها، لوقت مع المشركين والكفرة، يدافع بهم عن مقدساتنا. هو ده القائد اللي يستحق الوسام. مين فينا النهارده بيفتكر الأقصى الشريف؟ لا أحد. الأقصى الجنود النساء اليهوديات بيدخلوا الأقصى الشريف يدنسوه وبيفتحوا أبواب ورفعوا أعلام إسرائيل في قلب ساحة الأقصى. والأقصى النهارده بيستبيس، ممنوع صلاة أقل من 50 سنة في الأقصى. مين فكر؟ مين دور؟ مين سأل؟ مين بكى؟ مين خطر؟ مين وجه رصاصة لليهود؟ من وجه سلاحه لليهود؟ لا أحد. لكن الأسلحة توجه إلينا نحن. أرأيتم
مدى الخيبة التي وصلنا إليها، مدى الفشل الذي وصلنا إليه. هل نعرف متى ننسحب، متى نتوقف، متى نتقدم؟ أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، سألوا الله معي في هذه الساعة علها أن تكون ساعة إجابة. لا تنسوا من عنده أضحية أن يقسمها أسلاسا إن استطاع، أو أن يوزع معظمها إن استطاع، يهدي ويتصدق ويدخر لنفسه ولولده. نسأل الله رب العالمين في هذه الساعة أن يجعلها ساعة إجابة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اكتب لنا هذا الجمع في العام القابل في البلد الحرام والبيت الحرام وفي عرفات يا رب العالمين. اللهم اسقنا بيد نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا بيد حبيبك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أعد بمصر أمنها وأمانها وعزها ورخاءها وطمأنينتها واستقرارها. اللهم من أرادنا ومصرنا وجيشنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى ذلك. اللهم وفقه إلى ذلك، اللهم وفقه إلى ذلك. ومن أرادنا ومصرنا وجيشنا والإسلام والمسلمين بشر فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره، واشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وفقهم إلى العمل بكتابك وشرعك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. لا نخرج من هذا المكان وهذا الجمع المبارك وعلينا ذنبا إلا غفرته، وعلينا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وكل عام وأنتم بخير. السلام هات يلا.